اول حلقه من الموسم الثاني من هاوس اوف ذا دراجون هتنزل يوم 16 الجاي ده، وانا مفيش ادنى فكره الفيديو ده هينزل امتى لاني بسجله مساء يوم 9، بس اتمنى ان انزله قبل بدايه الموسم الثاني يعني عشان عايز الحق اتكلم عن حلقات السيزون الثاني اول باول، لان من اكبر محبين عالم جيم اوف ثرونز بشكل عام. هتلاقيني بتكلم بحماس شويه، وده اصلا اول فيديو على القناه فمحدش هيتفرج عليه كده كده، بس انا غريب كتير ويلا يعني. قبل ما ابدا بس تحذير بالحرق الموسم كله يعني اكيد انت فاهم. نرجع لعالم ويستروس فيما قبل احداث جيم اوف ثرونز كلها بحوالي 172 سنه في العصر الذهبي للتنانين قبل انقراضهم في احداث جيم اوف ثرونز، او المفروض انهم كانوا انقرضوا يعني، بس دينيرس كان ليها راي اخر. الحلقة الأولى من المسلسل كانت بعنوان Heirs of the Dragon أو ورثة التنين يعني، وهي قصة المسلسل كله أساسا بتدور حوالين موضوع وراثة العرش، وتبدأ الحلقة بالمجلس اللي اتعمل في هارين هول سنة 101 بعد الغزو فترة حكم الملك جيريس، ولأن ماتوا كل الورثة المتاحين قدامه وكان في كذا حد بيطالب بالعرش من بعده، وكان أهم اتنين هما فيسيريس ورينس الاتنين أحفاد الملك جيريس، بس لأن ويستروس ما بتحبش إن يحكمها واحدة ست فأغلب الأصوات رشحت فيسيريس، فبقى هو الملك من بعد جيريس، وده كان أول مشهد في أول حلقة. وبعدها بننط للمستقبل بنشوف الممالك عايشة في سلام والدنيا جميلة، بنلاقي إن الملك فيسيريس اتجوز واحدة اسمها إيما أرين من عائلة الأرين وبتكون حامل، وهم فعليا عندهم بنت اسمها رينيرا وما عندهوش أي ولاد ذكور لحد دلوقتي، ولكن عنده أخ أصغر منه اسمه ديمون تارجيريان الناس بتحبه في رينجز لاندنج، وفي نفس الوقت هو قائد حرس المدينة. بعدين بنشوف الملك فيسيريس منظم بطولة كبيرة فيها أهم الفرسان اللي في ويستروس، والبطولة دي كانت احتفالا بابنه اللي لسه ما اتولدش، واللي فاز بالبطولة دي السير كريستان كول، وده هنرجع له بعدين. في نفس الوقت كانت إما مرات الملك بتولد، ولكن الولادة متعثرة بشكل كبير، ولما راح الملك يشوفها راح خيره الميستر ميلس بين إنقاذ الزوج أو إنقاذ ابنه، فالملك اختار إنه ينقذ ابنه. تمت الولادة القيصرية وماتت إيما ومات الطفل كمان اللي سموه بيلين. Dracarys! بعد الجنازة عملوا مجلس عائلي لحل موضوع الوراثة. كورليس قال لك ديمون هو الوريث، ولكن أوتو كان معترض، فأوتو اقترح على الملك إن بنته رينيرا هي تبقى وريثة العرش. بعدها أوتو طلب من أليسنت إنها تروح للملك عشان تواسيه في وفاة مراته وابنه. على الجانب الآخر ديمون رفع نخب وريث اليوم الواحد اللي هو بيلون ابن الملك فيسيريس اللي مات يوم ولادته، كان بيتريق يعني، والكلام وصل لأوتو فوصله للملك، فالملك اتضايق جدا وقرر إنه يطرد ديمون من البلاط الملكي. بعدها جه المشهد بتاع فيسيريس وهو بيحكي لبنته عن موضوع النبوءة اللي خلت إيرون إنه يوحد الممالك السبع، بسبب إن إيرون حلم بخطر جاي من الشمال، والحلم ده كان اسمه أغنية الجليد والنار على اسم المين تايتل بتاع ملحمة جورج آر آر مارتن. المفروض ان القصه دي سر، ولكن بتتوارث بين ورثه العرش الحديدي عشان يفضل السر عايش وموجود، والحلقه بتخلص ان الملك قال رينيرا هي ورثه العرش خلاص. الحلقة التانية كانت بعنوان ذا رود برنس، وبننط في الزمن 6 شهور قدام، ولكن الوقت الحالي بقى كورليس فالاريان أو سي سنيك عنده أسطول بحر كبير جدا، وهو من أغنى أغنياء ويستروس بسبب التجارة بالسفن بتاعته، لدرجة إنه خلى عائلة الفالاريان دي واحدة من أغنى العائلات في ويستروس بسبب تجارته دي. ولكن المشكلة اللي بتواجه كورليس دلوقتي هو هجوم بيحصل على سفنه في منطقة ستيب ستونز دي من ترياركي أو تحالف ثلاثي بيسيطر على الجزر دي بقيادة واحد اسمه كراب فيدر. كورليس راح للملك فيسيريس يطلب منه مساعدته في الموضوع ده، بس الملك رفض بسبب إن إحنا مش عايزين مشاكل وكده. على الجانب الآخر رينيرا اختارت الحارس الشخصي بتاعها، وبين الحراس اللي من عوائل كبيرة فهي اختارت كريستان كول اللي هو فاز بمسابقة الفرسان في الحلقة الأولى، وقلت لك هنرجع له. كريستان كول ده مش ابن عائلة كبيرة بس هي اختارته برضه. بعدها بنلاقي الملك اتعور من العرش، ودي حاجة مهمة برضه هنرجع لها بعدين أوتو هيطور راح قال للملك فيسيريس إن أخوه ديمون راح قعد في دراجون ستون وأخد معاه بيض التنين. إن ديمون يروح يقعد في دراجون ستون دي حاجة ليها رمزية، لأن عادة الوريث الشرعي للعرش بيكون أمير دراجون ستون لحد ما الملك بيتكل فبيروح أمير دراجون ستون يورث العرش، فمعنى إن ديمون عمل كده إنه خلى نفسه الوريث بعيدا عن رغبة الملك شخصيا. وبعدين بنشوف أوتو لما الرجالة وراح لديمون عشان ياخد منه البيضة، ولكن ديمون مرضاش، فرينيرا نطت عليهم بالتنين واخدت منه البيضه وقالت له بقول لك ايه يا عم انت نورثها الشرعيه هنا فكل عيش يعني. هو اداها البيضه من غير اي مقاومه عشان يعني دي بنت اخوه، هو اصلا كان عايز يعني مش مهم. وفي نفس الوقت في نيوزيلندا الملك دلوقتي بقى ارمل فمحتاج يشوف له واحده، قام كرولوس بعت له بنته اللي عندها 12 سنه باين، وقال له ما تخلينا زيتنا في دقيقنا وانا متجوز رينس بنت عمك، فخد بنتي ربيها على ايدك ومش عارف ايه، بس الملك رفض قال له ده عيله صغيره يا ابني وديها المدرسه ولا خليها تتعلم لها كلمتين. وبعدين رينس كانت بتكلم رينيرا وبتقول لها ابوك هيتجوز وغالبا هيخلف ولد، وانت حوار انك تورثي العرش ده بقى خنتريش منني خالص. والملك فيسيريس اختار انه يتجوز اليسنت هيتور بنت اوتو هيتور، وده خلى كرولوس يتقمص ويسيب البلاط الملكي ويروح لديمن عشان يخططوا سوا انهم يهاجموا ستيب ستونز. الحلقة التالتة كانت بعنوان سكند اوف هيز نيم، ونطينا زمنيا 3 سنين قدام. ديمون وكيرلس لسه بيروحوا يحاربوا كراب فيدر في ستيب ستونز، واسمه كراب فيدر عشان بيأكل الأسرى بتوع الكرابس اللي هي الكابوريا. الجانب الآخر في نيوزيلاند الناس بتحتفل بمولد إيدون التاني الابن الأول للملك فيسيريس والملكة أليسن. خلال الاحتفالات رينيرا بتقابل أمير كاسلي روج جيسون لانستر اللي عرفت إن أبوها أو الملك يعني عايز يجوزها لها. في نفس الوقت أوتو كان بيقترح على الملك إنه يجوز رينيرا لإيدن أخوه الصغير، بس فيسيريس رفض الموضوع. بعدها بحبة اللورد لاينور سترون وزير القانون في ويستروس اقترح على الملك إنه يجوز رينيرا للاينور ابن كورليوس عشان تبقى عودة العلاقات وكده، والملك قال له ان شاء الله ومشي. بعد ما الاحتفال خلص الملك بعت مرسال لطلب المساعده من ديمون وكورليوس بقياده ريموند فاليريان اخو كورليوس. بعدها ديمون اخد تنين وكرارسز وراح كسر ستيب ستونز على دماغ الكراب فيدر وجابه في شوال الحرب. على الجانب الاخر في نيوزيلاند رينيرا كانت بتقول لابوها انها انطفت بسبب موضوع اخوها ده وكده، فالملك طمنها وقال لها انه مش هياخد منها وراثه العرش، هو بس عايز يجيب لها عزوه عشان يبقوا في ظهرها في اي حكايه لما تبقى الملكه يعني. الحلقة الرابعة كانت بعنوان كينج اوف ذا نيرو سي. رينيرا بقالها شهرين بتدور على عريس، وعمها ديمون راجع كينجز لاند المنتصر وملك البحر الضيق وعامل نيولور وجاي بين داني كمان، فالملك بيرجعه للبلاط الملكي تاني. بعدها ديمون بياخد رينيرا بالليل في مكان مش حلو كده
كده أنت أكيد فاهم إنه مش هيبقى عالم Game of Thrones من غير الحاجات دي يعني. بس بالنسبة للTargaryens الموضوع ده عادي. فالمهم إن الموضوع مش بيوصل للreal you know what I mean، وبيسيبها ويمشي قبل ما يعملوا حاجة. لما رينيرا بترجع البيت بتقول ما ينفعش الليلة دي تعدي كده، فبتجيب الحارس الشخصي بتاعها السير كريستن كول يكمل، رغم ان طالما بقيت من الحرس الملكي فمحرم عليك انك تعمل الموضوع ده مع اي واحدة عموما. بس انت فاهم قواعد خروجك لتكسر. بس زي ما احنا عارفين مفيش حاجة بتستخبى في كينجز لاندنج، فبيجي عيل من الجواسيس بتوع اوتو بيقول له انه شاف رينيرا مع ديمون في بيت دعارة. فاوتو طبعا كعادته بيجري على الملك يقول له، بس الملك ما بيصدقهوش. وبعدها الملك بيستدعي ديمون، وديمون بيطلب ايد رينيرا من ابوها. الملك بيتعصب عليه وبيقرر انه ان في من كينجز لاندنج مرة تانية، وبيوديها فيل عند مراته. بعدها اليسن بتروح لرينيرا وبتقول لها انت نمتي مع عمك، فرينيرا بتحلف لها انه ما حصلش، وهو تكنيكالي ما حصلش فعلا بس مش بالظبط يعني. بعدها الملك بيروح لرينيرا وبيقول لها انه ناوي يجوزها لينور ابن كورليوس عشان في اشاعات وحشه طالعه عليكي وعايز اشوفك عروسه قبل ما اموت، وهي بتوافق. بس بتقول له خد بالك من اللي بيروج الاشاعات دي يا بابا. فبعدها الملك بيستوعب نوايا اوتو الخبيثه في ان هو اللي حط اليسنت في طريق الملك عشان يتجوزها، وناوي انه يخلي حفيده ايدون هو الوريث الشرعي. فالملك بيسحب منصب الهاند اوف ذا كينج من اوتو. الحلقة الخامسة كانت بعنوان وي لايت ذا واي. أليسنت بتروح لأبوها وهو ماشي تعيط له وتقول له ليه رينيرا عملت فيك كده، فيقول لها رينيرا مش صاحبتك انيمور، دي عدوتك على العرش، وين يو بلاي ذا جيم اوف ثرونز يو وين اور يو داي والكلام ده. وبعد ما ديمون بيروح ذا فيل بيقتل مراته أول ما بيشوفها. على الجانب الآخر الملك فيسيريس بيروح دريفت مارك مع رينيرا والهاند اوف ذا كينج الجديد لورد لاينور سترونج عشان يرتبوا الجواز بين رينيرا ولاينور. لاينور فاليريان ده ابن كورليوس، لكن لورد لاينور سترونج ده الهاند اوف ذا كينج الجديد. صح معايا كده، انا قعدت سنتين بتلخبط بين سيرسي وسانسا وميساندي وميليساندرا وتايون وتيريون. المهم نرجع لموضوعنا. لاينور ورينيرا بيتمشوا وبيتفقوا انهم هيتجوزوا بغض النظر عن ميولهم لبعض، لان ده جواز سياسي مش لان رينيرا بتحب السير كريستن كول ولينور من مجتمع ال LGBTQ اس واي زد. وهم راجعين كينجز لاندنج كريستن كول بيقول لرينيرا تعالي نهرب ونعيش قصه حب روميو وجولييت، بس رينيرا بتقول له بطل هبل يا حبيبي. فالموضوع ده بيحز في نفسيه كريستن كول قوي. بعدين بيعملوا حفل زفاف لرينيرا ولينور، وانت عارف ان في عالم جيم اوف ثرونز مفيش فرح بيعدي بالسهل. واليس انت بتخش القاعه بفستان اخضر لون شعار عيلتها. بعدها السير جوفري اللي هو البوي فريند بتاع لينور بيكتشف ان السير كريستن هو حبيب رينيرا السري، وبيقول للينور وبيروح يقول لكريستن. فكريستن بيخاف انه يسيح له او بيتضايق على كرامته او الاثنين معرفش، فبيقتل جوفري قدام الناس كلها. بعدين بيكملوا الجوازه في السريع عشان الفرح باظ اصلا، والملك بيغمى عليه واليسنت بتلحق كريستن بره قبل ما ينتحر. الحلقة السادسة كانت بعنوان ذا برنسز اند ذا كوين. نط في الزمن 10 سنين قدام، رينيرا بتخلف عيل اسمه جوفري. الاشاعات منتشرة ان ابنها ده وعيالها الاتنين اكبر جيسيريس ولوسيريس ما يبقوش ولاد لينور جوزها، لكن ولاد هارون سترونج ابن لينور سترونج الكبير، عشان عيالها كلهم عندهم شعر بني بدل الشعر الفضي اللي هو المفروض شعر الام والاب. بنشوف الملك حالته الصحية متدهورة، ولكن بيكون ثابت على موقفه ان رينيرا هي الوريثة الشرعية له. بعدين بنشوف ديمون اتجوز ليدي لينا بنت كورليس وعنده بنتين منها رينا وبيلا، ولينا بتكون حامل في بنت تالتة كمان. على الجانب الاخر الاطفال قاعدين بيتعلموا ازاي يدربوا تنانينهم، وسير هاروين بيدي سير كريستن علقة معتبرة عشان كريستن اللي هو بقى حارس أليسن دلوقتي لأنه كره رينيرا بسبب تصرفاتها معاه. لمح وقال كلمتين مش تمام على ولاد رينيرا بعد ما سير هاروين حاول يحمي لوسيريس من ايدرون في التدريب. بعدها هاروين بيروح يعترف لابوه اللي هو الهاند اوف ذا كينج ان هو فعلا ابو ولاد رينيرا. ابوه بيروح للملك وبيقول له انا عايز استقيل من منصبي، فالملك بيرفض، فبيقول له خلاص انا هروح مع ابني هارون هول وهبقى ارجع. وفي نفس الوقت رينيرا ولاينور وولاد رينيرا يروحوا دراجون ستون عشان يصرفوا نظر الناس عن موضوع اصل العيال ده. على الجانب التاني ابن لاينور الصغير لاريس اللي كان جنب أليسنت من ساعه جواز رينيرا من لاينور راح ولع في ابوه واخوه عشان أليسنت بس قالت له انها نفسها ابوها يرجع الهاند اوف ذا كينج تاني ويكون جنبها. ولما أليسنت بتعرف بتقول له يا ابن المجنونه ما قلتلكش تعمل كده، ده كان كلام عادي. يقول لها انا حزين عليهم جدا بس يا ريت لو تفرجيني على رجلي كملكه هو هو. في نفس الوقت في بنته ليدي لينا بتكون بتولد والولاده بتكون متعسره، فالدكتور بيخير ديمون ينقذ الطفل ولا لا زي ما حصل مع اخوه في اول حلقه. بس هنا لينا بتروح للتنين بتاعها في جار من غير ما ياخدوا بالهم وبتقول لهم دراكاريس، وبتموت هي والبيبي. الحلقة السابعة كانت بعنوان دريفت مارك. كل شخصياتنا بيسافروا لدريفت مارك عشان يعزوا كورليوس ورينس في موت بنتهم لينا. بعد الجنازة رينس بتلوم جوزها كورليوس على موت بنتهم لينا، وبتقول له ولاد رينيرا مش من دمك، فبيقول لها التاريخ مش بيفتكر الدم، التاريخ بيفتكر الاسم، هم اسمهم فاليريان يبقوا احفادي. وعلى الجانب الاخر ديمون ورينيرا كانوا بياكلوا بتنجان مقلي على البحر، وفي نفس الوقت ايموند ابن الملك فيسيريس حصل كلاش بينه وبين بيلا ورينا ولوسيريس وجوسيريس بعد ما بيقدر يسيطر على تنين مرحومة لينا اللي هو فيجار. الخناقة بتسخن بعد ما بيقول على لوسيريس وجوسيريس باستردز او ولاد حرام يعني، فبيخسر عينه الشمال في الخناقة دي. ولما أليسنت بتعرف الحوار بتلم الناس كلها وتقول العين بالعين وعايزه عين لوسيريس، فرينيرا بتدخل وبتلحق الموضوع في اخر لحظه، والملك بيقول اللي هيتكلم عن موضوع ان ولاد رينيرا مش ولاد لينو فانا هعدمه. واليسنت بتعور رينيرا وابوها بيقول لها انه فخور بيها وبتاع. تاني يوم الملك والملكه بيرجعوا كينجز لاندن، ولكن رينيرا وديمون بيخططوا انهم يفيكوا موت المعلم كاسيميرو مبابي جوزها لينور عشان يقدر يعيش حياه الشواذ براحته بقى مع البوي فريند بتاعه كارو. رينيرا وديمون يتجوزوا. الخطه بتمشي زي الفل، ورينس وكولس بيصدقوا ان ابنهم مات فعلا. فدلوقتي رينيرا تقدر تتجوز عمها اللي بتحبه عشان لما ابوها يموت يقدروا يوقفوا اليسنت من انها تغتصب العرش.
الحلقة التامنة كانت بعنوان ذا لورد اوف ذا تايم. نقطة زمنية 6 سنين قدام، بنشوف إن كورليوس حالته الصحية اتدهورت هو كمان وقرب يموت، فعايز يورث الأسطول البحري بتاعه لأولاد رينيرا، ولكن أخوه فيموند معترض لأنهم مش من دم عائلة الفالاريا، وراح يطالب هو بالعرش ده بعد ما كورليوس يموت. رينيرا وديمون بيرجعوا كينجز لاندن، بيشوفوا إن حالة الملك الصحية بقت متدمرة تماما، وأصبح المتحكم في الحكم هي أليسنت وأبوها أوت. بعدها بنشوف أليسنت وهي بتلطش إيدهم بالقلم عشان إيدهم مش مهتم بالعرش وكل اللي همه إنه يتبسط بس. بعدين بالليل بنشوف رينيرا قاعدة مع فيسيريس وبيتكلموا، فهو بيقول لها أنت الوريثة بتاعتي وأنا بكرة هقول ده قدام الناس كلها، وفعلا بيفاجئ الكل وبيروح قاعة العرش. بس فيموند بيتعصب من قرار الملك وبيقول على اولاد رينيرا انهم باستردز وعلى رينيرا انها هو، فديمون بيقسم راسه نصين. بعدها بالليل بيقعدوا يتعشوا سوا، والملك بيقول لعياله ان عايزهم يعيشوا كعائله مترابطه، وهما بيترابطوا فعلا لحد ما يقوم بس. وبنلاقي ان ايرون بيعاكس الجيرل فريند بتاعت لوسيريس، انا مش فاكر هي بيلا ولا رينا، بس هي بنت ديمون ولينا يعني. وبعدين ايموند بيقول على اولاد رينيرا انهم سترونز بشكل دبل مينين، بين انهم اقوياء وانهم ولاد هارون سترونج مش ليه. فبتقوم خناقه خفافه كده، وديمون بيعجب بايموند وانا بعجب بايموند وانت بتعجب بايموند لانه ولا عنده كاريزما مش مفهومه كده، حتى ملامحه كاريزما يعني. المهم لما الملك بيرجع اوضته بتبقى اليسنت قاعده جنبه، فبيفتكرها رينيرا وبيحكي لها عن حلم ايرون الاول بتاع اغنيه الجليد والنار. فاليسنت بتفتكر ان قصده على ايرون ابنهم، وان قصده ان ايرون هو يبقى الوريث بتاعه. الحلقة التاسعة كانت بعنوان ذا جرين كونسل. بتبدأ إن أليسنت بتقول إن الوريث هو إيدون، وأليسنت عشان تمنع أيون كلاب على حكم أمره السير هارولد قائد الحرس الملكي إنه يقتل رينيرا، ولكنه بيرفض بسبب ولائه للملك فيسيريس. بعدين بيكتشفوا إن إيدون مفقود، فأليسنت وأوتو بيبعتوا رجالتهم عشان يدوروا عليه، ولما بيلاقوه بيخلوا كل اللوردات اللي كانوا موالين لرينيرا يرجعوا لإيدون. في نفس الوقت أليسنت بتحبس رينيس في أوضتها وبتقول لها مش هتطلعي إلا لو اعترفتي بإيدون إن هو الملك الجديد، بس رينيس بترفض. تاني يوم السير إيريك واحد من الحرس الملكي بيساعد رينيس إنها تهرب، وفعلا بتهرب وبتروح تاخد التنين بتاعها ميليس وتمشي، وإيدون بيتنصب إن هو الملك. الحلقة العاشرة كانت بعنوان ذا بلاك كوين. تبدأ إن رينيس بتوصل دراجونستون عند رينيرا وديمون، وبتقول لهم إن فيسيريس مات وإيدون بقى الملك الجديد وناوي إنه يقتل رينيرا. الأخبار بتصدم رينيرا لدرجة إنها كانت حامل في شهورها الأولى وبيجيلها طلق مبكر وبتولد الطفل ميت. في جنازة ابن رينيرا بيوصل السير إيريك وبيلبسها تاج فيسيريس وبيبين دانير رينيرا، وديمون بيحاول يجمع أكبر عدد من العائلات يقدر عليه في صفه هو ورينيرا وأكبر عدد من التنانين برضه. بعدها أوتو بيوصل دراجونستون مع رجالته وبيقولوا إن جايب أخبار من أليسنت رينيرا، والكلام كان إن رينيرا تعترف بإيدون إنه الملك لو عايزة تحتفظ بدراجونستون وتضمن مناصب لولادها لما يكبروا. ديمون كان هيقتل اوتو، ولكن رينيرا بتلتزم بأعلى درجات ضبط النفس وما بتاخدش موقف عدائي، ولما كورليوس بيقوم بالسلامه بيرجع لرينيرا برضو انها الملكه الحقيقيه. فعشان رينيرا تجمع حلفاء بتبعت ولادها الليدي جين ارين اللي هي بنت عم امها، لورد ريجن ستارك اوف وينترفيل ولورد بورس باراثيون اوف ستورمز اند. لما لوسيريس بيوصل ستورمز اند بيتفاجئ بوجود ايموند هناك اللي بيحتفلوا سكينه وبيقول له انا عايز عينك وبتاع، بعد ما بيكون ايموند اتفق مع لورد بورس باراثيون انه يتجوز واحده من بناته مقابل انهم يتحالفوا. فبورس بيطرد لوسيريس من ستورمز اند، بس ايموند كان بيخطط انه يروح يخوف لوسيريس بالتنين بتاعه. لكن تنين لوسيريس ايرس بيخرج عن السيطره وبيهاجم فيجور، فبيخليه يغضب، وايموند بيحاول يهدي فيجور، ولكن فيجور بيكون هجم على لوسيريس وقتله هو وتنين وايرس. It was at this moment that he knew he fucked up. خبر موت لوسيريس بيوصل لرينيرا وبيخليها في حالة صعبة، وعشان كده رئيسية التنانين بتبدأ فعليا بين السود متمثل في تيم رينيرا والخضر متمثل في تيم أليسن. أنا كده خلصت. لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك، ولو حابب انك تسمعني بتكلم على باقي حلقات المسلسل او السينما بشكل عام تقدر تعمل سبسكرايب، وبس كده. السلام عليكم.